اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نلقاكم الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال، نتوما وحبابكم واللي عزاز عليكم. كما راكم تشوفوا الوصفات تاع اليوم بزاف اقتصاديين وبزاف بنان، وان شاء الله تجربوهم. ونقول لكم دائما كي تجربوا وصفه من الوصفات نتمنى تخلوا لي في التعليقات ولا تبعثوا لي التطبيقات. نروحوا لاول وصفه واللي هي غراتا بطاطا، يعني بزاف سهله واقتصاديه وبزاف بزاف بنينه. نروح هنا عندنا كميه تاع البطاطا، انا درت حوالي 2 حبات بطاطا كبار، ودرت حبه بصل كبيره، سنينه الثوم، وعندنا هنايا شويه معدنوس ولا تحبوا ديروا حشي شوربه اليكم الاختيار. نديروا في قدره نديروا شويه زيت، نزيدوا هنا البصل تاعنا ومع الثوم ونخليه يتكرمل، نديروا على نار قليله يا البنات، خلوه حتى يذبل مليح. هنا جبت شويه ملح، وكما راكم تشوفوا في قدره واحده اخرى درت الماء يغلي. البطاطا هنا اليكم الاختيار، تحبوا تقلوها، تحبوا تغلوها، تحبوا تفوروها كيما حبيتوا، يعني اليكم اختيار. انا هنا غليتها. وهنا البصل من قدره واحده اخرى، البصل راه يتقلى على نار قليله حتى يتكرمل ويذبل معنا مليح. من جهه خلاف جبت شويه فلفل كحل فقط، ودرت شويه ملح. شفيتوا بالك في الفيديو السابق كنت درت يعني رحيت، درت بولي اشي في الدار، درت به لي ساندويتش هذوك تاع المطلوع. بقات لي الكميه هذيك زدتها مع البصل، على بها ما حبيتش ندير التوابل واحد اخرين، خاطرش البولي هذا كان مدوزن. خليته تاني تقلى مليح مع البصل، زدت له هنايا شويه زيتون وشويه معدنوس، ونضيفوا من بعد نقللوه مليح، ومن بعد نزيدو شويه فقط ماء سخون، ما نكتروش الماء، نديرو غير شويه برك كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد هنا بعد ما طابت معايا البطاطا حكمت شويه زبده دهنت بها البلا تاعي، ومن بعد فرغت البطاطا ونزيد نجيبوا هذاك الحشو اللي راهي تخرج منه واحد الريحه يا البنات، يعني يا ريت نقدر نوصلها لكم. هنا تحبوا تاني ديروا راند زعيترا في الحشو تاعكم اليكم الاختيار. هنايا كيما راكم تشوفوا نستف هذيك يعني نزربح هذاك الحشو تاع البوري هذاك من الفوق مليح، ومن بعد في نفس القدر بلا ما تكثري الماء على روحك، روحي جيبي شويه زبده، 2 حبات بيض، نص كاس حليب، وخلطي كل حاجه مع بعضها مليح. هنا تحبوا ديروا بيشاميل اليكم الاختيار، ولا تحبوا تزيدوا في نفس الخليط تزيدوا عليه شويه فارينه ولا نص مغرفه ولا مغرفه فارينه، وتخلطوا كل حاجه بارد في بارد، وماذا تفرغوه وديروا في الفور تاعنا. قلت لكم فوق الفور في الكراطه تاعنا ونديروها في الفور. هنا كما قلت لكم ديروا حشيش شوربه ولا معدنوس، يعني الامور هادو اختياريه، وكما نقولوا ثاني كمال الجود من الموجود، يعني واش عندك في المنزل. انا خلطوا مليح هذاك البيض مع الحليب وكاع، ونعاودوا نفرغوه من الفوق. تاني كاينه حاجه ما قلتها لكمش، اذا عندكم جامبو زيدوا الجامبو للحشو تاعكم، راح يزيد لكم في البنه. هنا تاني كانوا عندي يعني جبن ولا فرماج مثلجات، درتو شويه لداخل. هنا تاني الفرماج اليكم اختيار، قد ما يكون عندك الفرماج اكيد الكغاتا تاعك راح تزيد بنه على بنه، صدقوني كيما راهي هكا جات بنينه عسل. هذه هي الكغاتا تاعنا بعد ما طابت وخرجتها من الفور، راهي طالعه واحد الريحه ما نحكي لكمش يا البنات، شاهدكم ان شاء الله في الجنه ونعيمها. هذه هي الكغاتا تاعنا. كنت درت لكم وصفات عديده تاع الكغاتا راهي في القناه، دائما نقول لكم اذا كنتوا اول مره تدخلوا القناه نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا لي جام، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هكا يلحقكم كل جديد. ودائما نقول تحيه كبيره للمشتركين اللي راهم معايا واللي راهم يدعموا فيا واللي خلوا لي تعليقات يعني من اروع ما يكون، نقول لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. هنا نروحوا للوصفه الثانيه واللي هي مسكوتشو. وهذا المسكوتشو البنات تقدروا الناس اللي تحب دير مشاريع، نقول لكم هذا مسكوتشو الاعراس، يعني ما كاش اقتصادي اكثر من هكا. يعني بحبه بيض، عندك نص كاس زيت، نص كاس حليب، نص كاس سكر، مبشور ليمون، يعني حاول ديري مبشور ليمون حبه كامله ولا حبه ونص، راح يجيكم كما نقولوا مشخشخ بريحه القارص. عندنا هنايا مغرفه لافاني، يعني بحبها بيض، راح ديري واحد المسكوتشو يطلع
ما شاء الله يجي اسفنجي، يجي بزاف بنين. هنا كما راكم تشوفوا نضربوا هذيك الحبه تاع البيض مليح، ومن بعد نبدا نفرغ السكر غير بالعقل ونخلط بالباتور تاعنا. تحبوا ديروا باتور ولا اللي ما عندهاش باتور عندها اشوار عندها بغا ميكسور، ديري اللي عندك في الدار. هنا نضربوا هذيك الحبه تاع البيض مليح، ومن بعد نبداو نفرغوا الزيت غير بالعقل. قلت لكم بالنسبه للبنات اللي حابين يديروه يعتمدوه كمشروع، نقول لكم كما نقولوا اتكلوا على ربي وجربوا الوصفه، وباذن الله راح تنجح معكم. يعني عطيتها لكم بمقادير مضبوطه هكذا باش يعني تنجحوا في الوصفه. نقول لكم اذا كنتوا تانيك رايحين ديروه مشروع، هنا رايحين تغيروا فقط في التزيين، ديروه والتزيين او في الاذواق. التزيين هنا اليكم اختيار، يا اما ديروه على حساب ذوقكم ولا ذوق الزبون اللي راح يدي عليكم المسكوتشو هذا. كما شفتوا راه داير حاله في المناسبات في الاعراس، يعني راهم معتمدينه بزاف بزاف ومشروع ناجح. هنا دير تقعد هي انا نحب يعني الكاطو ولا المسكوتشوك تكون فيه ريحه القارص بزاف. هنا كما راكم تشوفوا تعصروا حبه، درت غير نص حبه قارص تكفي، باسكو درت شفت كما تعرفوا القارص هذا اللي يجي خضر تجي ريحته قاصحه بزاف. هنا عندنا كاس فارينه، راح نحتاجو كاس وربع فارينه. انايا الفارينه تاعي بدات لي كاس وربع، اختارش الفارينه اللي عندي تشرب البنات. دائما القوام تاع المسكوتشو ما يكون خفيف ما يكون ثقيل، اختاش كي ديريه خفيف راح يطلع ومن بعد يعاود يهبط لك هذاك المسكوتشو. واذا كان ثقيل بزاف يطلع بصح ما يطلع لكش مليح، ما يجيش كما نقولوا مهول داخل، ما يجيكش اسفنجي كما لازم الحال. هنا نخلطوا مليح هذيك الفارينه لداخل الخليط الاولاني اللي درناه، ونزيدو. هنايا جبت نص كاس قاعده نفرغ بالعقل ونخلط ونشوف. يعني الكاس الثاني ولا نص كاس الثاني ديروه غير بالعقل، دائما فرغوا الكاس الاولاني فرغوه على خطره، بصح الكاس الثاني روحوا ليه غير بالعقل. راكم تخلطوا راكم تشوفوا في القوام، يعني كما نقولوا عينكم هي ميزانكم. تشوفي هنايا نحيت هذيك العظمه تاع القارص، تشوفي القوام تاع الكيك تاعك، اذا كان خفيف بزاف زيدي له شويه فرينه، اذا كان يعني ثقيل حبسي ما تزيديش. واذا شتي زعما سبقاتك الفرينه وجاك ثقيل زيدي شويه حليب، حوالي 3 مغارف حتى نقولوا حتى 4 مغارف حليب. عاودي خلطي وديري في المول تاعك بلا ما تخافيه. انا درت في هذا المول جا يعني مسكوتشو بزاف بنين، ان شاء الله تجربوه، ونقول لكم بالصحه والراحه عليكم اذا جربتوه. هذا هو المسكوتشو تاعي بعد ما طاب. شوفوا بحبه بيض خرجت لي واحد المسكوتشو ما شاء الله. كنت درتها ديجا معكم بحبه بيض تانيك، يعني وصفه واحده اخرى. انا هنا حسبت لي عندي المعجون ما كاش عندي. صبت العسل، درت شويه عسل من الفوق. تزيين البنات اختياري، ديري شوكولا، ديري كاوكاو ايفيلي، ديري سكر كلاصي، اليكم الاختيار وتفنوا كيما حبيتوا في التزيين. انا عطيتكم الوصفه تاع المسكوتشو، اما التزيين اليكم الاختيار. انا هنا كان عندي شويه عسل، درت شويه عسل ودرت عليه من الفوق شويه نواه كوكو باش يلصق. وواحد الريحه تاع القارص مع نواه كوكو مع العسل، يعني ما نحكي لكم شريحه ولا اروع. شوفوا المسكوتش تاعنا يعني جا اخفيف اسفنجي، جا طالع ما شاء الله. في النهايه نقول لكم مع السلامه، تهلاو في رواحكم، استنوني في فيديو واحد اخر باذن الله.